ازاي تحول الفيديو بتاعك من فيديو مهزوز عادي زي ده للشكل ده. وهو ده السبيد رامبنج، ترندنج اليومين دول. بعض الناس بتنبهر بيه جدا وبتشوف اللي بيعمله ده اقوى من طير في البلد. يا اخي مش ممكن على الجمدانك يا اخي. فانا اعلمه لك النهارده عشان الترند ما يفوتناش، نلحق الترند سريعا سريعا. يلا بينا. هنبدا بروجكت جديد، او لو عندك بروجكت قبل كده كنت شغال عليه ادخل عليه تاني. اول حاجه هتروح على قائمه بروجكت من هنا، او لو مش موجوده هتروح على ويندو وتنزل على بروجكت، تختارها تدوس عليها كليك هتظهر لك هنا. هنيجي هنا ونعمل كليك يمين import فايل. بعد كده تروح على مكان الفيديو اللي انت عايز تضيفه وتدوس import. لو عايز تضيف فيديو او اكتر من فيديو ايا يكن، يعني هتختار من هنا الفيديوهات اللي انت عايز تستخدمها. احنا هنتست على فيديو واحد فاخترنا فيديو واحد، وهنضيف كمان ميوزك. كده بقى عندنا الفايلات اللي احنا عايزين نستخدمها هنا. هتحددهم وتسحبهم تحت هنا. ده هنا بيعرفك الكومبوزيشن هيكون مدته قد ايه، تقدر تطول في المدة لو انت مش عايزها على قد الفيديو بالظبط، او تقصرها لو انت عايز تقصر الفيديو، بس انا هسيبها زي ما هي وادوس اوكي. اول حاجة عشان تقدر تظهر الويف فورمز بتاعة الميوزك هتروح هنا وتدوس دبل ال، هيظهر لك الويف فورم هنا. هتروح عند مكان كل بيت عايز تعمل فيه ترانزيشن او تنقل ما بين شوت لشوت، وتدوس على النجمة بتعمل مارك. تمام، بعد ما حددنا الماركس اللي في الميوزك ندخل بقى على الفيديو الأساسي. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. ونروح على تراكر يا اما هتبقى موجودة هنا، يا اما برضه هنطلع على الويندو ونجيب تراكر. دي فيها 4 اوبشنز للتراكنج، بس احنا هنستخدم منهم المرة دي استابلايز موشن بس. هيفتح لك لاير التراكنج، انا بحب اخليها مش منفصلة، بحب اخليها لاير جنب لاير الكومبوزيشن، هتنقل ما بينهم. هتتأكد اول حاجة ان الريزولوشن فول. بعد كده هنروح بقى على اللاير، او هندوس دبل تاب هنا، او لما ندوس ستابلايز موشن اول مرة هتنقل لنا على اللاير اللي فيها تراكر. هتحاول تحدد نقطة في الفيديو واضحة باينة من اول الفيديو لحد اخر الفيديو. دي الحاجة اللي انت هتلوك عليها الفيديو. برضو معلومة مهمة، عشان الفيديو السبيد رام بيطلع مظبوط لازم في التصوير يكون لونج شوية، مدته طويلة. لو فيديو قصير مبيبقاش حلو. انا هنا اخترت عين السانتا. المربع اللي في النص ده المربع اللي بتحدد بيه النقطة الأصغر، وده بتحدد بيه النقطة الأكبر. معلومة مهمة، كل لما المربع ده بيبقى أكبر كل ما بياخد وقت أكتر في إن هو يعمل تراكنج، فبتحاول تخليه صغير على قد ما تقدر بس من غير ما يأثر على الجودة برضه. وهنروح نعمل أنالايز وتابعه بقى، لو غلط وقف وارجع عدل واعمل أنالايز تاني. بص هنا غلط اهو، فقبل ما يغلط غلط هنا، ارجع عدل وكمل يا باشا. بعد ما تخلص هندوس ابلاي، سيب دي اكس ان هو زي ما هي وندوس اوكي. هتلاقي الفيديو بقى ثابت في النص، مبقاش مهزوز، بس بقى فيه البوردرز السودا دي. دي حلها ايه؟ ان احنا نزود السكيل. شوف اكتر حتة البوردرز باينة فيها ونزود السكيل. طب انا لو كده انا عامله السكيل هقص من الفيديو خالص. في حل تاني، ان انت بتزود السكيل شويه وتعدل معاه في البوزيشن. اختصار البوزيشن بي واختصار السكيل اس، وتقدر مثلا تفتح بوزيشن والسكيل مع بعض بانك تدوس شيفت وتدوس اس يفتح لك سكيل مع البوزيشن، او تدوس شيفت وتدوس بي فيفتح لك البوزيشن مع السكيل، ومع اي شورت كات تاني بقى. فاحنا زودنا السكيل وظبطنا البوزيشن، ونتفرج تاني هنلاقي لا لسه في حتت سودا باينة، يبقى احنا محتاجين نزود السكيل شوية كمان ونتفرج. بس كده الفيديو ظبط. في حاجات بتتحل بمجرد سكيل بس، وفي حاجات لو استخدمت السكيل بس هتزوم ان قوي فبتحتاج تقعد تعدل في البوزيشن. بس اهم حاجة ما تفتحش كي فريمز. خلينا نتفرج على الفيديو كده دلوقتي.
كده الفيديو بقى ثابت. ازاي بقى اخلي السبيد رامبس تحصل؟ اول حاجه هتشوف الزيادات اللي في الفيديو اللي انت مش عايزها، شبه هنا كده مثلا، تشيلها. بعد كده هنعمل بري كومبوز للفيديو، بس اتاكد انك عامل موف اول تو نيو كومبوزيشن. بس اوكي كده انت عملت كومبوزيشن يعتبر جديد، حاجه زي النست على بريمير كده. هتفتح التايم ريمابنج عن طريق ان انت تدوس كليك يمين هنا، تروح على تايم وتختار enable time remapping او كنترول الت تي. وانا دايما برشح شورت كاتس، يعني بتسرع كتير عليك. تعال افهمك الكي فريمز بتاعت التايم ريمابنج سريعا كده وركز معايا. لما دوست كنترول الت تي فهو فتح كي فريم هنا وكي فريم هنا. الكي فريم ده في بداية السرعة وده في نهاية السرعة. المسافة دي هي المسافة الأصلية اللي بنديها السرعة الحقيقية للفيديو. لو قربنا للفريمات دي من بعض الفيديو هيبقى أسرع، عشان ضغطنا السرعة الحقيقية للفيديو من المساحة دي للحتة دي. فبص لو شغلنا الفيديو، طب لو سيبنا زي ما كان طبيعي أبطأ طبعا بكتير. فاحنا بقى هنعمل ايه؟ هتروح عند أول بيت انت عايز الفيديو يبقى سريع فيه، ومن هنا تقدر تتحكم في مكان الفيديو وسرعته. يعني ممكن دلوقتي اقرب كده، انا جبت اخر الفيديو في الحتة الصغيرة دي فالفيديو بقى سريع، راح من هنا لهنا بالسرعة دي. عشان اخليه ياخد الفيلينج بقى اللي احنا بنشوفه وعارفينه، اول حاجة هعمل ايز للكي فريمز دي، هحددهم وادوس F9. بعد كده هروح على الجراف اديتور. لو هنا مفيش اي جرافس بتحددهم وتفتح الجراف اديتور. لو ما لقيتش هنا الجراف ده هتدوس هنا كليك يمين وتختار edit speed graph هيظهر لك. بص بقى، اي حد عارف كي فريمز عارف اللي انا هقوله ده كويس. الكي فريم ده معناه ان الفيديو يبدأ بالراحة بعدها يبقى سريع بعدها يبطأ تاني، بس دي بسرعة معتدلة. طب لو عملناه كده بطيء سريع، انا عايز مكان البيت يبقى حتة السرعة، فانا هحرك الكي فريم ده يمين شوية لحد ما يبقى المطب ده كده عند البيت اللي انا عايز يحصل فيه الاكشن. وشغل يا باشا. طب لو انا عايز بقى اقعد اتمرجح بقى على البيت، اروح يمين شمال، تعال نجرب نلعب شوية. المرة دي انا هخلي البيت يبدأ سريع بعد كده يبطأ. دخلت الفيديو، بعد كده يقعد يروح ويرجع مع كل خبطة بيت. فهاجي هنا كده مثلا هو مرجعه تاني، وادخل على السبيد جراف، اخلي الارتفاع ده او البيك دي او المطب ده او ايا يكن، قول زي ما تحب تقول، عند مكان البيت ده. واعمل كده مع باقي التراك. تحدد الستارت بوينت والاند بوينت، وتيجي عند مكان البيت وتعمل الهب ده وتعمل المطب ده. الكيرفات بتاعة السبيد جراف دي اكتر حاجة بتخليك معلم في السبيد رامبنج. بعد ما ظبطنا الجراف على البيتس اللي احنا شغالين عليها بتاعة الميوزك، في حاجة مهمة جدا لازم انت تعرفها. لو الفيديو متصور 100 فريم او 120 او اكتر فكتر خير الدنيا كده، السبيد رامز تطلع زي الفل. لو متصور بفريمات اقل هتدخل على سورس الفيديو، دوس دبل كليك على البريكومب وتدوس هنا كليكتين. ده بيفعل حاجه شبه الاوبتيكال فلو اللي هو موجود في بريمير لو اغلبنا عارفينه. هو بيملى الفريمات الناقصه، بيعمل لها جنريت من نفسه بحيث ان هو يملى الفراغات دي. بيبقى شكلها مش احلى حاجه قوي، احيانا بتبقى ملحوظه واحيانا بتبقى لا، بس تؤدي الغرض زي الفل.
جامد طبعا، بس في تركية أخيرة تخليه أجمد من كده، وهي الموشن بلور. وده اللي بيفرق السبيد رامبنج الحلو من السبيد رامبنج اللي أحلى منه. في الموشن بلور اللي جوه البرنامج الطبيعي ده، تفعله من هنا لكنه متفعل على الفيديو الأصلي، بس هو مش أقوى حاجة. في أكتر من طريقة تقدر تعمل بيها موشن بلور، وفي بلجنز كتير مدفوعة جودتها كويسة جدا. بس أنا هتكلم عن الإفكتات اللي جوه أفتر إفكت. تقدر تستخدم بيكسل موشن بلور، حلو جدا، مجاني. مشكلته الوحيدة انه تقيل شوية على الجهاز. تقدر تحدد من هنا الشاتر انجل، كل ما الشاتر انجل بيزيد كل ما الموشن بلور بيزيد على حسب الفيديو بتاعك. انا هنا هستخدم 360 شاتر انجل بس يا باشا. بص مع شوية الموشن بلور اللي اتضافوا دول الكريزة اللي على التورتاية. وبس كده يا حبايب قلبي يا حلوين، احنا خلصنا. والله لو انت عملت الافكت شبه ما انا قلت لك وطلعت زي ما هي وما عملتليش سبسكرايب وفولو ولايك، هزعل وهزعل. باذن الله تكونوا اتعلمتوا حاجه جديده النهارده. ولو حد عنده اي استفسار او عايز يتواصل معايا بشكل شخصي، تقدر تسيب استفسارك في الكومنتات او تقدر تبعت لي دي ام. هسيب اكونتاتي في الديسكربشن. وفي نهايه الفيديو ده ما تنساش تحمد ربنا وتشكره على كل النعم اللي حواليك وتفائل خير. بالتوفيق يا اخواتي، اشوفكم في فيديو جديد، في امان الله.